السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية اوريكم بطيخ الكاوتش. عمركم شفتوا البطيخاية دي كده بالشكل ده؟ جبت معاكم النهاردة سمراية كده علشان اوريكم شكلها واوريكم ايه اللي جواها. ده طبعا مش بطيخ بيتاكل. هقولكوا دلوقتي ده بطيخ بنعمل بايه. هجيب بس السكينة كده وافتحه من النص ونشوفوه من جوا عامل ازاي. ده بيبقى طبعا ابيض كده من جوه. ده مش بطيخ للاكل، ده البطيخ اللي بنطلع منه اللب السوبر. اللب السوبر اللي احنا كلنا بنجيبه من المقلى وبناكله، هو بيطلع من بطيخ الكاوتش. طبعا البطيخة دي بتبقى مليانة لب زي ما انتوا شايفين. طبعا حجم البطيخة دي صغير، فيه بيبقى اكبر من كده بس ما بيوصلش للبطيخ اللي احنا بناكله، يعني بيكون اصغر من اللي احنا بناكله بشوية في الحجم يعني. فطبعا بيبقى مليان بذور زي ما انتم شايفين، بنطلعه كل البذور اللي جواه كده. طبعا الناس اللي بتبقى زارعة البطيخ ده مش بيطلعوه طبعا بايديهم لانه هياخد وقت كبير جدا. ده بيكون ليه مكان كده بيحطوه يفقشوه في المكن او بيكسروه في المكن ده، وبيطلع من جنب تاني اللب، والقشر بتاعه بيطلع من جنب تاني. يعني المكن ده بيفصل اللب عن القشر وبيطلعه لوحده. اللب ده بيتاخد بقى كده وبيتغسل كويس وبيتنشر في الشمس كده لحد ما ينشف تماما. اما القشر ده فمحدش بيستخدمه في اي حاجة، بيسيبوه كده للخرفان تاكله. وده اللب التاني اللي في الطبق ده بعد طبعا ما غسلته كويس جدا ونشرته في الشمس وبقى ناشف بالشكل ده كده. كده جاهز بقى انك تاخديه كده وتحمصيه. لو حابين طريقة التحميص بتاعت اللب ده علشان يطلع زي بتاع بره بالظبط قولولي وانا اعمل لكم الطريقة. ده شكله هنا بعد ما حمصته، شايفين شكله بجد تحفة، طالع لونه حلو جدا. لو حابين الطريقة اكتبولي في الكومنتات وهعمل لكم طريقة تحميص اللب السوبر ان شاء الله. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.